كيقول واحد المثل مغربي: اللي طمع في الحوت كيفزك سروالو. وداكشي اللي وقع لي لبنتي وراجلي. كان في عمري ديك الساعات 45 وراجلي 49. عندي جوج بنات، هادي 5 سنين. الكبيرة كانت عندها 23 والصغيرة 20. بنتي الكبيرة كانت مخطوبة لواحد الولد، ولد جارنا غزال مربي له هو لعائلته، ناس مزيانين، عمرنا شفنا منهم العيب. هو كان موظف، كان كيموت ويحماق على بنتي حتى خطبها. فرحنا بيهم. المهم واحد النهار في الدار ما علينا ما بينا حتى وقفوا جوج طوموبيلات، داك الطوموبيلات الغاليين. نزلوا شي ناس منهم سولوا علينا، جابوهم الناس حتى لعندنا، ما مخليين ما جايبين اللحم، الدجاج، الحوت غير الغالي، الديسير، الفاكهة، السقاطة اللي بغيتي، داكشي كتير. على الجو مني دخلناهم وجلسناهم وعطيناهم اتاي بحال كاع المغاربه، جاو يخطبوا. وفي من في بنتي المخطوبه نيت شفت الراجل، ما نقولش ليكم تصدمت. سيد كبير عنده شي 56 عام، كبر مني انا وكبر من باها. المهم جلسوا، عطيناهم الواجب ديالهم. منين مشاو كنت فاجئ بباباها، ما قالش ليه راه البنت مخطوبه. قال له حقا ما بغيتش نحرجهم. دازو يومين وانا كنسول فيه واش عيطتي على الناس تقول ليهم راه البنت مخطوبه. حتى كان نتفاجئ بيه كيقول لي لا، راه هضرت مع البنت وهي موافقه. ويلي على موافقه. السيد كيف قلت لكم كبير وهي باغاه موافقه تزوج بيه. بغيت ندب شعري. ويلي حي تاش كتقول. هو يقول لي انت اش كتعرفي؟ وخرج. البنت كانت في لافاك. بقيت نعقد ونفك غير بوحدي. قلت اكيد طمع وضغط على البنت. توافق. داك النهار راسي بغيت تفرقع. جات في العشيه شديتها وسولتها وقلت ليها راه هضرنا انا وباباك ورا قال لي راكي وافقتي. قلت لي واش ما قالهاش لك بابا؟ قلت لها ودي راج قلت ليك راه قال لي وافقتي. شوفي يا بنتي الا بزز عليك راه غنهزك ونمشيو عند جدك وانتي راك غتزوجي بالولد اللي انتي مخطوبه له، واختك راني نخدم عليها حتى تمشي لدار راجلها. المهم ما يرميكش هكا. قالت لي ما بززش عليا، انا بغيت. ديك اللحظه رجليا فشلو وبغيت نغوت. كنقول لها غير قولي لي واش خايفه منه؟ ما تخافيش. وهي غير ساكته. جات بنتي الصغيره دخلتني لبيتي وقالت لي بلا ما تفقسي راسك ماما، راهم متفقين يا بابا، راني سمعتهم كيهضروا ومتفقين وعاجبهم الحال بجوج. قلت ليها هي واش كتعرفوا؟ قالت لي النهار اللي خرجنا بابا للغابه تلقانا وحاول ياخذ نمرتها ولكن هي رفضات تعطيها له، وبقى تابعنا حتى رجعنا لعندكم انتي وبابا. ايوا صافي شفت هكاك رجعت اللور وقلتي الا بغاتو وباها بغاه انا ما نزيدهم غير الخير والاحسان. ما عندي ما نبقى نعصب في راسي. فسخت الخطبه مع الولد اللي كانت مخطوبه ليه ومسكين مع كنت عيط لمو قلتها ليها ما يتلقانا غير واحد المره وقال لي ديك الساعات مازال ما كانش عارف انها مخطوبه وغتزوج بواحد اخر. ايوا مساكين كيف قلت لكم تلقى ليا قال لي علاش قلبتوا علينا؟ قلت ليه هو ولدي المكاتب. صافي دازت الايام وتخطبت لهداك السيد، داروا لها خطبه كبيره بحال العرس، وفي العرس ديالها عرس كبير بزاف. مشات عنده وتهلا فيها من الصافيرات من الكادويات، وهي تهلات فينا. كانت كتصيفط لباها كل شهر بلا داكشي اللي كيجيبو فاش كيكونوا جايين يزورونا. قلت مع راسي انا بغيتها غير تكون فرحانه. ايوا بقات على هاد الحال
معيشة في الأحلام ومعيشة في السعادة، حتى ضربت معاه 5 سنين. عيطت لينا واحد الليلة، زيدو السيد مات. طلع النهار، مشيناها لقيناه مازال ما جابوه من السبيطار. مالو؟ قالتلك كان عيان شوية، ما كاين والو، تزاد عليه الحال. فجأة عيطت على ولادو، جاو داونا للسبيطار. عاوصلنا مات، دازت الجنازة 4 شهور. اوا جا ولادو قالولك تخرجي من الدار. عيطت علينا، مشينا انا وباها، حتى كتجي الصدمة. السيد كاتب كل شي لولادو في حياته، بيع وشرا، وبدا باها كيغوت حق بنتي ما حق بنتي. حتى واحد ما هضر. هما 3 ديال الدراري. داز واحد شوية الوقت وهو يهدر الكبير، من بعد ما باها عيا ما يغوت. هدر معانا وقال باها شرا عطاها وحقها راه في العنق ديالكم. فين كان الشراع منين كنتي كتبيع فيها لراجل كبر منك؟ قالو قلتي مع راسك راجل كبير، نزوجها له تسوسو تبرع، ونتبرع انا وولادي، ونهار اللي يموت تورتو. ولكن الوالد ماشي من النوع اللي تضحك عليه شي وحده. قال له حقها راه كليتيه، الفلوس اللي كانت صيفطها لك كنتي تسالها لنا. هاد ولده من نهار عرفنا هو هضرتو نصها بالفرنسيه، لدرجه كنت كنقول واقيلا ما كيعرفش العربيه. ولكن داك النهار من كثرة ما كان شاد بقلبه، شايفنا بالنظره ديال اللي باعوا بنتهم، هدرها كلها هاد الهضره بالعربيه. راجلي مستسلمش، مشى عند المحامي، وجوج وثلاثة و4 كاملين كيقولوا نفس الهضره. ما تضيعش وقتك، ما عندك ما تصور منهم. السيد راه بايع ليهم وفي حياته وماشي حتى مرض، هو بصحته وبكامل قواه العقليه. بنتي دخلات في واحد الحاله نفسيه صعيبه بزاف، حسات بالشمته، خرجت كيف ما دخلت بوالو. واللي زاد كمل هي مؤخرا داك الود اللي كان خاطبها تزوج. كانت كتبغيه وكانت كتقلب عليه، وكان ديما كتسول اختها عليه، واش تزوج، واش هذا كيف داير. ديما اي ابل خاصها تسول عليه. ومنين خطب حنا ما بغيناش نقولوا ليها راه خطب، قلت ما نقول ليها والو، وما غتبقى تسعيا حتى ما تبقاش تسول عليه. حتى تفاجات بالعرس ديالو، ومشات شربت الدواء ديال الاعصاب باش تنتحر. دخلت لقيتها صفرة كلها كترعد. عرفتها دارت شي حاجه. ديك الساعات عيط لباها وجرينا بقينا كنجريو. هزها باها كيجري للطوموبيل. وصلنا للكلينيك، قلت ليهم شنو كاين، حيت دوات الاعصاب ديالي انا من قوه الفقسه ديالها. شرباتو ودخلوها كتجري، دارت غسيل المعده، غسلوا ليها المعده ديالها وخرجوها. بنتي كتدبان نهار على نهار في السبيطار، ما بقاتش باغا تهضر، بقات باغا تقول لنا حتى شي حاجه. تهرست شي حاجه في قلبها وفي خاطرها وفي عقلها. كانت ناويه انها زعما تهز راسها وتهزنا. ساعه الراجل صدق والو، خلاها بلا ريال بلا جوج. والراجل اللي كتبغي وتحمق عليه هو تزوج وخلاها. من بعد ما ولات شويه رجعنا وحاولنا نخبيو على العائله وعلى الجيران، مرضيناش. بنتنا تنتحر وتعيش تدخل فيها الدوامه وهاد الحاله الهستيريه. خبينا على الجيران وعلى العائله، حتى النهار اللي جات عندنا واحد عمتها، دخلت عندنا للدار وشافتها دابله، ودعمتها كتحماق عليها وتسطى عليها. ما نكذبش عليكم، مني شافتها هكا بدات كتدخلنا في هاد القضيه ديال السحور والشعوذه وهذا. ولكن جيت انا وقلت ليها شنو كاين، ها شنو وقع وها شنو وقع وها شنو وقع. بنتي من خرجت من السبيطار او مني مات راجلها وعرفات بالقضيه ديال الورث، وهي كل نهار كترجع للور، في وجهها لا في نفسيتها، غير كتبكي، غير ساد عليها. اختها عيات وحاولت تخرجها والو. عمتها شداتني من يدي وقالت لي بنتك خليها تمشي معايا، انا بوحديتي في الدار حيت ولادها كاع تزوجوا. الراجل كيمشي يخدم وانا كنبقى في الدار.
خليها جالسة معايا واحد شوية، منها نفسيتها ترتاح، منها تبعد على الجار اللي كان خاطبها، ما تبقاش تشوفه ولا تشوف عائلته. انا رحبت بالفكرة وقلت نجرب، قلتها ليها، ما قالت لا لا. جمعت ليها حويجة وعمت هذيك العشية ما زالت داتها معاها للدار، كتحاول انها تخرجها وتهضر معاها، تحل غير الشرجم على الاقل ديال الدار وتشوف الضو ديال الزنقة. بقات معاها، هي بقات دابلة وبقات حالتها وكل شيء، ولكن على الاقل مني كنهضر معاها كتهضر معايا، مني كنعيط ليها كتجاوبني في التليفون وكنهضر معاها وكتهضر معايا. عمتها كتحاول تخرجها وواقفة معاها، الله يعطيها الخير. جيت نعاود لكم قصة بنتي، خصوصا البنات، حاولوا ما تطمعوش، حاولوا ديو داكشي اللي كتبغيو، اولا تزوجتو بشي واحد ما تعولوش انكم تاخذوا منه، او خذوا منه نتوما معاه، ما تسناوش يموت بحال اللي وقع لبنتي. بنتي باقا دابله، مازال ما رجعاتش ديك البنت نشيطه زوينه كيف ما كانت شحال هذا. كنتسالكم الدعاء، دعوا لي معاها، سميتها بشرى، دعوا لي مع بشرى يفاجي ليها قلبها وتيسر امرها وتلاقى بشي ولد الناس اللي يبغيها ويصونها. هذه قصتي وهذه حكايتي، نتمنى تلقاكم بخير وعلى خير وانتم في احسن الاحوال. تهلاو في راسكم وبسلامه.